أهلا بيكم حلقة جديدة من حلقات يوث اون فاير بودكاست. الحلقة النهاردة الحقيقة دايما بقول الحلقات اللي فيها ستودنتس بتبقى أكتر الحلقات القريبة لقلبي. بس النهاردة هو مش ستودنت، هو خلاص اتخرج وبقى خريج، بس يعني لسه خريج جديد 2023. محمد عبد الباري من الطلبة اللي هي تقعد في المحاضرة كده تلاقيه هو مختلف. يعني خالص. انا عبد الباري شفته في اول محاضره كانت كبيره كريتيكال ثينكينج، وكان ناس كتير وكان كل الشعب فعدد، يعني انا لقطته شفته وتلاقيه منور كده بيبان. فمن يوميها وعبد الباري ستودنت مختلف تماما. عبد الباري تخصصه MIS، وكان بيحضر محاضرات ليا في مانجمنت مش عليه اصلا. فالحقيقه من اجمل وامتع الحلقات ان شاء الله اللي هتشوفوها هي النهارده. ليه بقى؟ لان الحلقه دي ليها قصه عشان نعملها، يعني احنا ما قعدناش كده نفكر يا جماعه نعمل ايه ومش لا، هي جايه بقصه كده. كنت في محاضره نوليدج مانجمنت وبشرح الاي تي وازاي نستخدم الاي تي في تو سبريد النوليدج والمعرفه و فرحت قايله في النص كده، ما انا مش قسم MIS بقى، واخر مره درستها كنت في سنه تانية، وبعد كده بقى دخلت ماستر ودكتوراه في مانجمنت، فما فيش خالص. فقلت كده في النص MIS والاي تي يعني هم حاجه واحده، فكذا كذا كذا كذا. فعبد الباري بعد ما خلصنا المحاضره قال لي دكتور معلش ممكن بس اقول كومنت؟ قلت له طبعا يا عبد الباري انا ديمقراطيه جدا. قلت له طبعا اتفضل. قال لي لا هو في فرق بين MIS والاي تي. قلت له اوكي قول لنا يا عبد الباري ايه الفرق بين MIS والاي تي. والحقيقه عبد الباري بدا يتكلم، وانا هنا بقى قعدت واتسلطنت بجد والله العظيم. النهارده الحلقه دي انا هقول لكم اللي اتعلمته وهتتعلموا معايا اللي انا اتعلمته من عبد الباري، وايه الفرق بين MIS واي تي، وايه اصلا MIS. هنتكلم شويه كمان عن القسم عشان الطلبه اللي عايزه تعرف هدخل القسم ازاي، ايه المواد مش عارف ايه، وعن الشغل وكل حاجه. بس انا عايزه النهارده اوريكم وجهة نظر وفلسفة ورؤية عبد الباري للMIS، لأنها بجد مختلفة وجميلة جدا. محمد منورني. وانا منور بحضرتك. Thank you for having me. والله لا أنا مبسوطة ومتحمسة جدا للحلقة دي. ويعني مبروك على التخرج. الله يبارك فيك. والله هو كلام كبير عليا خالص والله، بس ان شاء الله نكون نعرف نفيد get back to the community دايما. بالظبط ان شاء الله. عبد الباري عايزاك تقولي كده بقى ايه الفرق؟ هو مش MIS والاي تي دول حاجه واحده ولا ايه الدنيا؟ حلو. قبل ما نقول الفرق ما بين MIS and IT، خلينا نشيل الحرف الام ده ونبقى فرق ما بين IT and IS. IT اختصار لي information technology. حلو. طب و ITS information system فرقت قوي. بص، لو احنا بنفكر انت عندك مشكله، حلو، عندك مشكله في بزنس وايز او عندك مشكله في اي حاجه، حلو، فانت عايز تحلها. فانت مثلا انت عندك تولز. اي حد بالكونستراكشن مثلا في المباني وكده، فبيقول لك لا والله عايزين مثلا حاجات ادوات الكونستراكشن عشان نبني. بس من غير اطار الحاجات دي هتتربط ازاي ببعض، او الحاجات دي هنعمل انهي الاول او حاجات زي كده. يبقى هو محتاج ستراكشر، هو محتاج سيستم. هو محتاج سيستم، مش معنى وبرضه معنى كلمة سيستم، اي نعم هي كلمة دارجة جدا، بس السيستم مش معناها اللي هو تكنولوجي، او مش معناها سوفت وير. انا عارف انه دلوقتي بقى الموضوع بقى انا عندي سيستم فمعناها سوفت وير. لا، سيستم معناها طريقة تفكير بسيستم بمعناها يعني اللي هو ايه، انا عندي انبوت وهخش وهعمل له حاجات كده بروسيسنج، وبعد كده هيطلع لي انبوت. ده simple as this. what does mean of system. وموجود في الكتب يعني في حاجات زي كده. ايه الفرق برضو من information system و information system و information technology؟ يقول لك دايما في المحاضرة انت هتعرف كده information technology هو عبارة عن الهاردوير والسوفت وير. احنا اتعلمنا كده كويس. واتعلمنا برضو ان information technology هو information system بيبقى عبارة عن الاي تي جوه الاي تي، كويس، وحاجات كتير organization وداتا وبيبل و people وداتا وبروسيس زائد جزء الاي تي. طب ماشي صباح الخير محمد عبد الباري بتعرف على المنهج. مش طب ايه برضو مش فاهم انا. هو اكتشفنا ان مش انا اللي اكتشفت يعني، بس هو الاندستري شغاله بايه؟ شغاله بناس بتفهم في البيزنس كويس جدا، بس عايزين يعملوا تولز في الحرب في الاندستري ايرا بقى والحاجات زي كده. طلعوا الناس بادوات وحاجات زي كده، حاجات لذيذه جدا. حلو. وبعد كده من عصر الميكانيكال يعني كان في الاول عصر الميكانيكال، وبعد كده الكترو ميكانيكال، وبعد كده الكتريكال بس يعني خلاص الناس بتمشي بالكهرباء وكده. وبعد كده احنا دلوقتي في عصر الكمبيوترز والانترنت وحاجات زي كده لذيذه جدا. كل ده ايه؟ كل ده تولز. حلو. فالناس بتبقى كده.
فخلاص واحنا في العصر التقدم دلوقتي بيتقال لك حتى لما اي حد بيروح في كاشير او حاجه زي كده والله السيستم متعطل، السيستم واقع. السيستم واقع. والله السيستم هو السيستم كده يعني، هي دي مصطلح يعني دايما بيتقال. طب ما تغير كذا كذا كذا، لا هو السيستم كده. هو السيستم كده. طب ما السيستم كده يعني ايه السيستم كده؟ هي الفكره فين؟ وفي ساعات يعني ده كومنت خلينا نحطه بس to put in mind. وفي كومنت تاني اللي هو بيتقال لك اللي هو ايه information system و information technology هم متداخلين في بعض وخلاص. طب ما انا استفدت ايه برضه؟ هو لازم نفكر بطريقه مختلفه. اللي هو ايه الطريقه المختلفه؟ ان انا لما افكر في الهاردوير والسوفت وير ده تولز، انا هستخدم التولز دي، تستخدمها ازاي واستخدمها امتى واستخدمها فين؟ ده حاجات كتير جدا لازم تجت into consideration عشان تقول انا عايز استخدم التولز في الوقت المعين في المكان المعين في الكونتكست المعين. ليه تعمل كده؟ علشان السيستم فيل. في ابحاث كتير علميه انا قريتها، وفي يعني حتى في بوكس، وحتى ممكن نريفير للبوكس دي في الاتاتشمنت لو الابسس لو ينفع يعني. طبعا يا ريت. هتلاقي كيسز كتير جدا يقول لك سيستم فيل. السيستم بيجيب يعني مثلا فاكر قصه كده بسرعه ان شركه في US اي ثينك يعني كانت عندها سيستم مبيعات شغال بشكل معين، فعايزين يبوست المبيعات ده. حلو، فدخلوا قالوا الناس انجينير، جابوا ناس انجينير جدا يعملوا لهم السيستم. هي الفكره فين؟ ان هو بيعمل السيستم ما جاش انتو كونسيدريشن البيبل، الناس اللي هتيوز السيستم ده هتيوز ازاي. ذاتس واي دلوقتي حاجه كويسه جدا ان سوفت في هندسه مثلا يقول لك لا والله احنا محتاجين ناس تفهم IT ومحتاجين ناس تفهم بروسيس، وفي ناس كمان بتفهم IT اللي هو التكنولوجي نفسها، وبروسيس اللي هو العمليه هتبقى ماشيه ازاي، وفي ناس تانية هتفهم داتا هو البروسيس دي احنا بنعمل بروسيسنج على ايه؟ على داتا. حلو، طب والداتا دي لما احنا بنشتغل عليها بتوصل لمين في الاخر؟ طب في بيبل، الناس هتستخدم الداتا دي في حاجه اسمها فيلد كمان اسمه HCI Human Computer Interaction. الناس هتتعامل ازاي ببعض؟ فالناس بقوا خلاص الاندستري بقت اوير جدا باهميه ان لا انا مش عايز حد يعمل لي سوفت وير. انا حتى يعني كمان كنت يعني I have applied to many interviews فبقول له I'm not providing you software، انا مش provide you software. يوم انت جاي تقدم في ايه يعني وحاجات IT وحاجات زي كده. قلت له لا you provide solutions. انا هاخد البيزنس زي دكتور ماجد يعني من الدكاتره العزيزه جدا لازم to give him a credit الحقيقه يعني. يقول لك من ضمن الكوت بتاعته don't throw technology at the problem. طب معناها ايه؟ اللي هو لا انت تيجي تفهم استراتيجيك مانجمنت جدا بالزبط. وحاجات بزنس وايز تشربها كويس، حتى المصطلح ده من عنده، تشرب البزنس بشكل كويس جدا، تقعد وتكريت ديزاينز والديزاينز دي تتقلب لسوفت وير تحل مشاكل البيزنس اللي انت بتشتغل عليه، فبقت سولوشن نوت سوفت وير يعني. يعني انا ممكن اجيب حد فاهم IT كويس جدا بس مش فاهم بزنس، مشاكل البيزنس اللي بيشتغل معاهم، وبالتالي يديهم سوفت وير ما يحققش النتيجه. he will solve the wrong problem. سوفت وير ممكن يبقى يعني تكنولوجي وايز رهيب بيرفكت بس مش قادر يحل المشكله اللي هو محطوط علشان الاي اس بقى او الMIS اللي دارس MIS لا بيمسك الاثنين. الله ينور. بيمسك الاثنين من ناحيه ايه؟ بيمسك الاثنين. هترجع بقى للفكر اسمه ده اللي هو التكست الصغير اللي هو يقول لك IS comprised of كذا 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 اللي هو داتا وبيبل وكده. ايوه هم دول الدايمنشنز اللي انت لازم تحط في حسبانك وانت بتعمل سوفت وير. فانت لما تيجي تفكر في سوفت وير دلوقتي كواحد من خريج من MIS تقول والله انا عندي الناس دي السيستم ده هيروح لمين؟ البيبل ده الاودينس بتاعتك كويس، ده الستيك هولدرز لو احنا عايزين نتكلم ترمينولوجي بزنس ترمينولوجي دول اللي هيستنفعوا من السوفت وير ده. لو عايز تتكلم داتا وايز طب معلش طب الداتا دي انا هجيبها منين؟ هل هجيبها مالتيبل سورسز ولا هجمعها في سورس واحد؟ طب وهبني بايب لاين يعني الداتا هتيجي من هنا مثلا من اكس وهتروح لزد، هتبقى ماشيه ازاي؟ الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ وهل هنعملها بروسيسنج ولا لا؟ ده كده داتا. البروسيس what is the difference between data and process برضو. الداتا هو عبارة عن الحاجة نفسها. البروسيس the action that you are manipulating the data on. فده الفرق ما بين data وبروسيس. people data organization. بعد كده تستخدم تكنولوجي. والله بص أنا عملت الاناليسيس بتاعي وإحنا هنستخدم التكنولوجي دي. يعني التكنولوجي بتيجي اخر خطوه. definitely يعني حتى زي ما الناس فاكره انه MIS يعني تكنولوجي من الاول كده. لا خالص. يعني حتى بيتقال كده الناس يعني حتى الناس الاكسبرتيز قوي يقول لك ايه اخر حاجه افكر فيها الجزء الكود او الجزء اللي هو ايه اللي هو ريليتد للتكنولوجي. اخر حاجه افكر فيها. طب ليه هو بيفكر في ايه؟ طب
هو بيفكر higher level مم. معناها conceptual بالظبط معناها انا عايز اشوف الصوره من فوق، انا من عايز اشوف فوق. البيج بيكتشر، مم. انا عايز اشوف strategic view شوية. strategic view. ده وعشان كده definitely. كان في طلبة يا عبد الباري بتسأل هو أنا ليه لو أنا بدرس MIS أدرس strategic management مادة على كل أنتوا بتاخدوها صح؟ اصلا بناخدها فعلا. على كل الأقسام. اه يقول لك ليه؟ انت فاللي أنت بتدرسها قلته ده إجابة ميك واضحة. سنس صح ولا بالظبط ايه؟ اللي هو طبعا. اللي انت بتاخدها علشان بزنس نولج بتاعتك. طب انت عايز بزنس نولج ليه؟ مم. علشان يبقى عندك فاليو في السوق، ان انت بالظبط. تعرف تقول الكلمه اللي هي اسم ده. بص انا هعرف ابروفايد يو سوليوشن، مش هبروفايد سوفت وير. طب مم. هعرف منين؟ هات الاستراتيجيك مانجمنت دوكيومنتس بتاعتك، بالظبط. انت عايز ميشن كذا فهتعمل كذا. لا عشان هي يعني هي ما تبقاش انت مش هتشوف الريزلت او الامباكت بتاع احنا هنعمل 1 2 3 وهنحصل. لا، هو مم. الفكره فين؟ انت بتاخد ديسيجن في مم. ارض الواقع. انت بتاخد ديسيجن يعني مم. حتى يعني في الانترنشيب الصغيره اللي انا مم. واخدها يعني مم. انت بتعمل ديسيجنز مم. باك اب او الديسيجن دي بايه؟ مم. بساينس. هي مم. دي اللي بيفرق جدا ما بينك وبين اي حد من تاني. حد تاني. طيب خليني من اللي انت قلته ده يا عبد الباري اسالك سؤال تاني. ايه الفرق بين، يعني هو واضح بس خليك انت تقوله يعني تاني بشكل اوضح، الام اي اس والكمبيوتر انجينيرنج؟ مهم. يعني انا دايما اقول طلبه الام اي اس دول مهندسين الكليه، وده يعني مش عايزه، انا مش هقول كده، بس يعني برضو مش قادره، لازم اقول اوكي. يعني برضو انتوا ليكوا كمبيوتر انجينيرنج، بس هصلح لي المعلومات دي قبل ما اقول عشان ما بقاش قلت على الفاضي. الكمبيوتر انجينيرنج هو اللي بيهتم بالتكنولوجي قوي، صح كده؟ مظبوط، بيهتم صح. بالتكنولوجيا. لكن انت اعلى كمان من الكمبيوتر انجينيرنج. يعني كمان. انا طبعا اسفه جدا لاي لاي حد يعني كمبيوتر انجينيرنج، بس خريج الام اي اس بيبقى مختلف. let's say ان هو مختلف he's very different ما بين conceptual زي ما انت قلت كده الهاير ليفل. الهاير ليفل. ليفل مظبوط. يعني مثلا في فرق ما بين كمبيوتر انجينيرنج، وفي فرق ما بين حاجات كتير كده، لا كمبيوتر انجينيرنج والسوفت وير انجينيرنج واللي احنا بنعمله ارسلك على الحل والداتا ساينس والداتا ساينس كمان. ماشي، برضو حلو. هتلاقي ان في مصطلح بتاع ام اي اس اللي احنا اشتغلنا عليه ده في حاجات كتير قوي موجوده. كويس. الحاجات اللي موجوده دي معناها يعني حاجات موجوده، يعني حاجات تحطها في حسبانك وانت بتعمل قرار معين. فانت لما بتيجي تحط في حسبانك ان انت وانت بتعمل قرار معين هتعمل سوفت وير بفيتشر معينه، فانت تقول والله داتا وايز الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. داتا وايز معناها اللي هو كده ودخلنا فين في حته الداتا ساينس، علوم البيانات. الداتا دي عباره عن ايه؟ يعني زي مثلا فور اكزامبل نجيب مثال بسيط جدا، وكمان مثال من محاضرات دكتور ماجد الرائعه. يعني بالنسبه لي ايوه هم الله. احنا يعني نفسنا دكتور ماجد يشرفنا. ده لازم. يعني يا عبد الباري لما نقعد نتكلم يعني نص الكلام على دكتور ماجد. هو الفكره بس ان انت لا تنسوا فضل بينكم. طبعا بس give him credit في الحاجات اللي هو مديها لي، وهو affected me personally. وزي ما حضرتك فعلا بجد يعني من ضمن الحاجات اللي حضرتك يعني اثرتي فيها حضرتك you were different. فكره ان حضرتك to pay back to the community لحد دلوقتي ده حاجه I've been looking for يعني حاجه زي كده. نرجع لها، ربنا يخليك يا عبد الباري. فانا كنت بقول لحضرتك ان احنا بنتكلم على الام اي اس هيشتغل في حته الداتا دي. يعني هيشوف الفيتشر دي بيبقى لها داتا معينه، هيشوفها من طريقه منين؟ من وجهه نظر داتا ساينسز، من وجهه نظر الداتا ساينس فيلد. طب هم بيدرسوا ايه؟ بيقول لك في فرق ما بين الداتا والانفورميشن. كويس. هقول لك هو فعلا في فرق، بس relative term يعني برضه مصطلح هو اللي في الكتب. ما انا عارف ان هو موجود الداتا اتس رو فاكت، ولما نيجي نعمل لها بروسيسنج بشكل معين يبقى انفورميشن. مبروك. لو احنا اخدنا الموضوع ده هاير يعني ديبر اكتر من كده، هقول لك بص، لو انا عندي مبيعات لفرع، مبيعات لقسم فرع، حلو، زي مثلا نو نيمز، بس مبيعات لفرع اكس لشركه اسمها اكس، حلو. تخيل معايا السي او بتاع الشركه دي اللي هي موجوده وورلد وايد، اللي هي موجوده في كل انحاء العالم، هيهتم بمبيعات شركه فرع سبسيدري كده صغيره في جنب في كانتري معينه بشكل صغير جدا؟ لا، هو مش بيهتم بدي، بيهتم بحاجات هاير ليفل اكتر. بيهتم مثلا بدل مبيعات في شارع هيهتم بمبيعات في ايه؟ في ريجن، عشان هي وورلد وايد. ده سي او ده معاه الماب كلها، فده هيهتم. فالداتا دي بالنسبه للسي او لو انت جبت له مبيعات صغيره جدا يقول لك اتس داتا. حلو. لو احنا جبنا نفس الداتا دي لبرانش لحد مدير فرعه على طول، لا هتتقلب انفورميشن. انا فاهم، هتعرف وات داز مين، يعني ايه البنش مارك اللي تقيس عليه. هل المعلومه اللي هتجيلي دي هضطر اعمل لها هستخدمها على طول في القرار to make a better decision؟ دي برضو مصطلحات كتير جدا موجوده في الاكاديميه. ايوه بالظبط.
to better to make better decisions او to optimize decisions وحاجات زي كده. معناها ايه ببساطه جدا؟ ان انت لما تيجي عندك المعلومه دي تعرف تاخدها على القرار على طول، تنزلها على الارض على طول. لو انت مستني بقى لا والله لا احنا محتاجين نجمع، احنا محتاجين نعمل افريج عشان ناخد القرار، ده معناها بروسيسنج، يبقى انت كده لسه في الداتا، فانت محتاج انت تبقى انفورميشن. بس كده ببساطه جدا. ده بالنسبه للداتا. لا بس انا كنت بسالك على الفرق بين الكمبيوتر انجينير والداتا ساينس كريتد، يعني لو انا بدرس داتا ساينس والام اي اس. حلو. فكده احنا واخدنا البرسبكتيف بتاع الداتا ساينس. حلو. برسبكتيف بتاع ام اي اس برضو لو دخل في حته الكمبيوتر انجينير، انت هتهتم بايه؟ هتهتم بكودينج وايز. سوفت لو انت هتهتم بكمبيوتر انجينير هتهتم بكودينج وايز. يعني ايه كودينج وايز؟ اللغه اللي اللغات البرمجه اللي انت هتستخدمها. في حاجه اسمها بروجرامينج بارادايم برضو، الناس تحب لو حابه ان هي تسيرش على الترمينولوجي ده. في حاجات ايه تاني، في بارادايمز ماشي اللي هو زي الاو او بي وفانكشنال بارادايمز وحاجات زي كده. فده مين اللي انت كده بتقرب من ايه؟ من انت بتكتب كود. الكود ده هيطلع عامل ازاي؟ نضيف كلين. في حاجه اسمها كلين كود، انت بتكتب كود ده الناس بتعرف تأديت عليه. ده كله ده مجال ايه؟ مجال الكمبيوتر انجينيرنج وحاجات زي كده. الكمبيوتر انجينيرنج برضو مهتم ب الايكويبمنت نفسها. الكمبيوتر از ايكويبمنت، الالكتريكال سيركل بتبقى ماشيه ازاي. عشان كده وذات ميك سنس ان هو ذاتس واي في كمبيوتر انجينيرنج بيدرسوا اسمها ايه، سيركتس وحاجات ليها علاقه بالفيزيكس وحاجات ليها علاقه بالماثك. انت لازم تحسب الحاجات دي، هتحسبها ازاي؟ فانت مش هتدرسها دي. ليه مش هتدرسها دي؟ مش عشان مش عشان هم احسن ولا عشان اوحش ولا عشان الكلام ده كله. لا، هي الفكره فين؟ انت بتحل مشكله، هو بيحل مشكله ثانيه بسيطه جدا. السوفت وير انجينيرنج برضو مصطلحات ده بيعمل الديزاينز. في ناس للاسف في ناس تقول لك لا دي عامل سوفت وير انجينير دول مش مهمين. هم مش مهمين ازاي؟ ده بيعمل لك الديزاينز. ديزاينز يعني ايه؟ احنا هنعمل ورك فلو، يعني هو بيعمل ديزاينز، يعني بيرسم، بيعمل دايجرامز. في يو ام ال دايجرامز، يعني برضو مصطلح لذيذ جدا في السوفت وير انجينيرنج. ده بيعمل سوفت وير انجينير. بياخدوا السوفت وير انجينير ده بيطبقوا ناس ديفلوبرز. الناس بتديفلوبرز. كمبيوتر انجينيرز ده بيديك المكنه اللي تعرف تديفلوب عليها السوفت وير بتاعتك. والسوفت وير انجينير بيديك الديزاينز. طب انت فين؟ انت هاير شويه. الهاير اللي هو فكره ايه؟ انت حلقه الوصل. بص انت حلقه الوصل ما بين البيزنس عنده مشاكل كتير عايز يحلها، حد يحلها له. وانا فاهم بيزنس كويس، فانا عارف انت بتتكلم كذا كذا كذا. خلاص ماشي، يبقى الحل غالبا هيبقى هنا. تروح تكلم التك فيلد، تروح تكلم التك تيم وتقول لهم بصوا احنا عندنا احنا عايزين نحل المشكله دي بالطريقه الفلانيه. زي ما قلنا اختصارا للدنيا كلها، انه انت ماسك الاثنين، البيزنس والتك. ديفينتلي ده الكونكتور لو خلينا نقول كده. وفي يعني الفكره بين ده كده كونسبتشوال، ده كده اكاديمي قوي. مش اكاديمي، ده كده فهم يعني كويس. حلو. في ارض الواقع بيحصل ايه؟ هتقول لك لا والله مفيش ام اي اس سبيشالست. هو فعلا مع الترمينولوجي، احنا برضو حتى اخدت في الاتش ار برضو ان الترمينولوجي بتاعت التايتل هو اللي بيحطها مين؟ مش رئيس الجمهوريه، لا هو رئيس جمهوريه الكليه اللي اسمها الشركه. فانا شايف ان هو انا عايز اناليست سبيشالست، انا عايز كذا. تختلف يعني تختلف. ففي ناس بتسميه سيستم اناليست، طالبين جدا ان هو واحد محتاج فاهم الاثنين ام اي اس لو هو فعلا فاهم جدا هو بيقول ايه، يعني فاهم جدا النولج اللي هو بياخدها وعارف يبيلد سوفت وير بشكل كويس، هيعرف يشتغل سيستم اناليست بشكل لذيذ جدا. طيب حلو، خليني اخد بقى من الحته دي جزء الشغل والجوب تايتلز وكده. ايه مجالات الشغل الخريجي الام اي اس ممكن يشتغل في ايه كجونيور؟ وبعد كده لما يبقى عنده لان دي بقى اللي اتقالت في المحاضره في محاضره عبد الباري لينا، بعد كده لما يبدا ياخد الاكسبيرينس ويبقى سينيور في كده، انت قسمت لي كده هيراركي اركتكتشرز ديفرنت اركتكتشرز. فابدا لي بقى بالمجالات العمل للجونيور وبعد كده حلو جدا. خلينا نقول القسم بيطلع فين؟ بيطلع يعني، وهي واضحه اصلا ان القسم بيطلع 3 حاجات. بيطلع واحد فاهم في التكنولوجي بس، بيطلع حد كده لو يعني ايه فاهم في التكنولوجي بس. يعني واحد انا متارجت ام اي اس، وده بتلاقيه كده تايب اوف ذا ستودنت انا اعرفه كتير. بص ما تشغلنيش في حاجه، انا عايز كود واعمله ديفلوبينج وخلاص. ده بيطلع حد كده. احنا بناخد مواد بتباك اب يو في الحته زي دي. وبرده من طبيعه القسم دايما اللي هو سيلف ليرنينج، انت بتتعامل مع نفسك. انا بديك الفيرست ستيب، او مش بديك الفيرست ستيب. ممكن يعني ايه، في ناس بتبقى يعني على حسب الدكتورز اللي بتبقى موجودين. ساعات الدكتور بيجايد، وساعات الدكتور، وفي ساعات الماده العلميه بتتحتم عليك ان انت لا انت تسمع الترمينولوجي وتروح تدور. بتبقى اختلاف. انا عاجبني الدكتور ده، في ناس مش عاجباه في كده، فانت لازم تروح تدور. سيلف ليرنينج ده مهم جدا.
من ضمن الحاجات بيطلعها ديفلوبرز مم. وشكلين كويس وهم خارجين الام اي اس مم. وموجودين في شركه سوفت وير سوفت وير كومبانيز كبيره كمان. مم. في واحد المانيا، واحد المانيا، واحد دول الناس 2013 خارجين اوكي 2013 عارفهم. I know them personally. مم. فده كده مجال الديفلوبينج. في ناس بتشتغل في مجال ده كده اي تي مم. كويس. في ناس بتشتغل في مجال البيزنس. انا مم. لا بص بقول لك ايه، التكنولوجي دي بقت كبيره عليا، مم. انا عايز اخش البيزنس مم. برضه. ستيل انت عندك فرصه ان انت تبقى خارج ام اس. اعرف ناس كانوا ابلاي على كوست اكاونتنج اوكي وكان ليهم الايدج بتاعت ان هو ايه، انا خريج ام اس يبقى انت فاهم تكنولوجي، فيلا مم. بينا انت تعالى اقدم عليه. مم. وفعلا يعني وهاز بين ريكومنديشن في حاجات زي كده كتير. ده حلو جدا يعني ام اي اس ممكن يشتغل عادي اكاونتنت. ممكن يتكلم يشتغل از لونج از ان انت بتشو الاكسبرتيز المناسبه والنولج المناسبه. طبعا كويس. فده 2 بوينتس. البوينت الثالثه اللي هو الاي اس اللي انت بتجمع بين الاثنين بالظبط، اللي هو ايه شغل مين مهم جدا في الاي اس. شغال شغل الاي ار بيز. الشركات الكبيره تبقى ما عندهاش سيستم واحد، تبقى عندها كذا سيستم، والسيستم ده محتاج انتجريشن، يعني محتاج ان انت تجمع سيستمز ده بحاجه بشكل معين بحيث ان انت تسمع، بحيث ان انت بتسهل السوفت ويرز على الناس يعني، او تسهل السوفت ويرز على الديسيجن ميكرز. فانت بتعمل ايه في شركات كبيره جدا اسمها زي اس اي بي واوراكل. كويس. هي بيبقى عندها ايه يعني عندهم سوفت ويرز جاهزه لحاجات زي كده. طب ليه احنا ما بنعملش تailored systems و building from scratch؟ حاجتين. ان اولا لو انت عايز تعمل building from scratch للسيستمز وشركات كبيره، الشركات بترفض علشان اولا انت ما عندكش الاكسبرتيز بتاعت الشركات الكبيره. الشركات الكبيره برضو السوفت وير بتاعها عندها حاجه اسمها best practices. هم they have been into this industry for years. انت لسه داخل وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم. فاكيد البيزنس وايز بيفرق جدا. فلا خلاص انا اجيب ساب وحاجات زي كده. برضو الساب والاوراكل وفي اودو كمان ده دلوقتي دول اي ار بي سيستمز لشركات من اس ام ايز يعني سمول اند ميديوم انتربرايزز وبيجر انتربرايزز يعني بيشتغلوا كده. ستارت اب ممكن تعمل لهم تيلر سيستم، دي حاجه بتبقى لذيذه جدا بتبقى ستارت اب. اوكي يعني دولت الثلاثه 3 ارياز ان انت تعرف تشتغل عليهم كجونيور. طيب لو احنا نطلعنا للسينيور ليفل ودي بقى كانت المحاضره يعني هو الفكره فين؟ في تايبس اوف اركتكتشرز دي معناها ايه؟ يعني دايجرامز يعني هو دايما يقول كده اركتكتشر الشخص اللي بيعمل حاجه اسمه اركتكت وبيطلع ارتفاكت يعني الدايجرامز ببساطه جديده جدا بدون اي كعبله. فاحنا عندنا تايبس اوف اركتكتشرز موجودين في السوفت وير. في حاجه اسمه انتربرايز اركتكتشرز وفي داتا اركتكتشرز وفي مش في داتا اركتكتشر ماشي ده بشكل معين بس ماشي. خلينا نقول الليفلز اللي حضرتك يعني اللي احنا عايزين نتارجت. انتربرايز سوليوشن وسوفت وير. اوكي. سوفت وير اركتكت سيرش على بس على الترمينولوجي ده. مجرد سيرش على الترمينولوجي هتلاقي واحد عنده اكسبرتيز بشكل معين بشكل كبير جدا في مجال التكنولوجي بشكل كبير. التكنولوجي اللي هو ايه عنده تكنولوجيا معينه. يعني تكنولوجيا معينه مايكروسوفت عملت حاجه اسمها دوت نت. فالراجل ده فاهم اخد الدوت نت ده وفاهم الباجز اللي فيه وفاهم النولز وفاهم امتى هيطلع فين وازاي وفاهم ويب ديفلوبينج بشكل كبير. يعني مش شرط ويب ديفلوبينج بس فاهم تولز فاهم ادوات يعرف يستخدمها بشكل حلو. فاهم داتابيز فاهم اوبريتنج سيستمز فاهم. فتحس ان هو ايه احنا قلبنا على هندسه قوي. فهو وديفنتلي الناس السوفت وير اركتكت الموجودين في السوق عندهم رقم محترم يعني بياخدوا سالري محترم جدا. كويس. لا سالري محترم جدا. ليه سالري محترم جدا؟ علشان ده يا فندم ده الكلمه منه خلاص اتس جود دان. احنا مش جونيورز وليفلز وسينيورز وحاجات زي كده. ده اعلى من حاجات زي كده. في بقى يعني ده سوفت وير اللي بياخد الريكوايرمنتس بتاعته من مين؟ من واحد اسمه سوليوشن او على حسب الشركه طبعا او انتربرايز اللي هو احنا بقى اللي هو ايه ده. طب هل ينفع انا عندي سوليوشن انا عايز اتارجت سوليوشن اركتكتشر او عايز اشتغل انتربرايز اركتكتشر هل ينفع اخش لها على طول من غير كودينج مين قال لك لا؟ ما انا هقول لك بقى في الاخر بقى ان ايه الرود ماب اللي ممكن تمشي حاجه زي كده بشكل بسيط. والرود ماب برضو تبقى يعني ايه حاجه زي اوت لاين مش اكتر يعني. نرجع تاني للسوليوشن اركتكت. حلو. السوليوشن اركتكت ليه هو بيبقى ساعات بيبقى ان ذا ميدل علشان ساعات الشركات الكبيره جدا اللي هو انت تخيل بقى معايا شركه بقى حجمها معاها مثلا 50 دوله معاها وحاجات الشركات زي انترنت مثلا حاجات زي كده بيبقى اكيد محتاجين حاجه زي كده. فعندك الشركات دي بتبقى عندهم تيم للانتربرايز. يعني مثلا التيم انتربرايز ده عباره عن ايه؟ احنا اخذنا مصطلح اسمه بزنس بروسيس.
مم. يعني بزنس بروسيس احنا عندنا هنعمل اكس، هنعمل اكس مم. بواي، فاحنا ندخل الواي ده في حاجه معينه، مم. بروسيس معينه، ونطلع لي اكس. مم. ده الاتشيفمنت بتاعي، ده بالظبط. البزنس بروسيس. هو يقعد بقى ايه يقول لك الورك فلو ده لا، الورك فلو ده مش صح، مم. قعد ده مكان ده علشان يحصل كذا. مم. لا انت اشتغل، انت مثلا بتارجت مين، انت مم. مثلا في البروسيس معينه عشان مثلا نعمل اوردر، مم. كاستمر اوردر مثلا. مم. هو الاوردر هيطلع ازاي؟ هيطلع مثلا هو العميل بيجي لنا، لا 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 بلاش العميل يجي لنا، اعمل له ويب سايت عشان يحصل كذا. مم. طب بعد كده اللي بيحصل وهكذا. فبيعمل حاجه اسمها اوبتمايزيشن للورك فلو. مم. ده ليه بيعمل اوبتمايزيشن طلع للورك فلو؟ احسن اوتبوت. احسن اوتبوت باقل بأقل كوست، كوست يعني. باقل كوست ممكنه. وبرضه تعرف تحسب الورك فلو بروسيس دي منين؟ من مواد برضه زي انت بتاخدها برضه في اوبريشن ولوجيستكس. برضه انت ما انت اصل ده ساينس، فانت لازم اوكي، تطبقه برضه. يعني احنا متعلمين الحاجات دي في الكليه. والله العظيم يعني مش السوق حاجه تانية غير اللي بندرسه. يعني اللي بندرسه احنا ده هنتكلم عليه في الاخر برضه يا عبد الباري. يعني اللي انت بتاخدوه في الكليه كل ده انتوا بتتعلموه، مش بس هتطلعوا لسه تتعلموا الحاجات دي برضه. ما هو مم. على حسب بقى مم. انت اخدت الحاجه دي كويس. كأن مم. الواحد معاه اللي هو ان انا دايما بتخيل الجامعه او مم. الكولج education give you the sword and مم. يعني مم. والنايف والحاجات زي كده مم. علشان تعرف تحارب بيها. الاسلحه يعني عشان لا تحارب. الاسلحه علشان تعرف تحارب بيها. مم. واحد بقى قرر ان هو بص بقول لك انت مديني درع ومسيف صح؟ مم. طب انا هسيبهم واروح اواجه الحياه. طب يا مم. ابني ما انت لازم تاخد ايه يعني اعدوا لهم استطاعوا من قوه. ايوه يعني لو انت بالظبط. لازم تستعد بالحاجه مم. دي، مم. وبعد كده تشوف وجه الحياه تبقى ماشيه بالظبط. ازاي. مم. دايما حتى سمعتها في انترن اللي هو فكره ايه people مم. هو المانجرز ما مم. تستناش ان هو هيقول لك الحاجه دي تعمل ازاي. هو مم. they will assign task. مم. اعمل كذا، هيديك المهمه اللي انت تعملها، اعمل اعمل لي كذا. كذا. مم. ازاي وفين وامتى انت هتحس ان انت تايه. بس مم. انت لو بالساينس او انت فاهم مثلا، او بل بالعكس انت مش يعني ساعات مثلا يقول لك ايه لا كوبي اند بيست الحاجه زي كده. مم. لا انت تقول لهم لا احنا ليه بنكوبي اند بيست في الاكسل؟ في حاجه مثلا بنعمل لها بروسس كذا بشكل كذا. معين مم. وهنطلعها مم. وبشكل اكيوريت مم. والموضوع هيتعمل مم. اوتوميتد. مم. طب ما لذيذ اهو. فانت بالعكس انت بالساينس وبالعلم مم. والعلم فعلا ان انت مش تدرسه بس على مم. قد ما انت تشربه زي ما بيقولوا، اللي هو انت مم. فاهم الدنيا هتبقى ماشيه ايوه. ازاي. وممكن برضه نقول الفرق ما بين دولت بعدين. اه. بس ده مم. البوينت المهمه. يعني نرجع تاني مم. الانتربرايز. مم. فالراجل ده بيقول لك مم. هيوبتمايز الورك مم. فلو. مم. خلاص ماشي. مم. ساعات هو بيقول احنا هنعمل البروسيس بشكل معين مم. ويديها للمين؟ للسوفت وير على طول. للسوفت انت وير. قلت مم. مثلا في حته معينه احنا هنبني سوفت وير، مم. وديها بقى لحد بقى بيفهم سوفت وير جدا يعني. كويس. وساعات الشركات بتسمح بده. مم. في شركات تانية يقول لك لا مم. انت خلي اعمل حاجه الانتربرايز ده يعمل هاير ليفل من الورك فلو. يعني مم. دقق بقى في حته انت مم. بقى مش مضطر ان انت مثلا تعمل ورك فلو خلاص. مم. لا انت تشوف الاورجانيزيشن ستراكشر كان شغال ازاي، مم. مم. مين كان مسؤول عن مين، مم. والبرفورمانس. انت كده انت داخل فين في حته بزنس قوي. انت بتقرا فاينانشال ستيتمنت، مم. انت بتقرا كذا كذا كذا. فده الانتربرايز. مم. عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل اركتكتشر للاورجانيزيشن دي عشان يبقى الدنيا كلها مسمعه على بعض بشكل مسمع. كويس. مم. حلو. فهو بيقول لك وعندنا بروبلم كذا نحلها ازاي. ده يجي ايه؟ السولوشن. السولوشن يقول لك ايه؟ احنا انت اكتشفت لي ان في مم. بروبلم. مم. حلو جدا. مم. انا هقول لك بقى تتحل ازاي. مم. ده بيبقى بس هو ده يعني مم. very critical job مم. وفعلا very high paid. مم. والشركات ما بتتحملش ان بجد الشركات لو جايبه سولوشن اركتكت بتجيبه مره واحده يعمل السيستم. اعملي السيستم. اوكي. لا ما هم مش دايم عندهم. على حسب الشركه. بس هو معظم الشركات بتبقى لو شركه كبيره وعندها فند بتقعدهم كويس. بس الشركات الكبيره، الشركات اللي هو عندها ليميتد بادجت مثلا بس عايزه تعمل حاجه بروفيشنالي جامده جدا، ف سوفيستيكيتد ليتس سي ان هم يجيبوا بص انت اعمل لنا سيستم، احنا عندنا مشاكل وحلها لنا. يقول لك ماشي كذا 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 وهتحل كذا. وهو بيقعد بالشهور. يعني هو لسه بس قصدي مش متعين يعني عندهم. مش شرط ان هو يكون متعين فريلانسر او في هم وي كول ات ان ذا اندستري كونسلتنت. فهم لا كونسلتنت استشاره. خلاص استشاري اعمل لي حاجه واحده ويقعد مع الديفلوبرز. بس هم فيري هاي بايد. يعني فكره ايه؟ هو مش لو في شركه تعرف تستحمل ان هو يقعد معاها هيقعد معاها. ده كان فرق ما بين الانتربرايز والسولوشن والسوفت وير. بس كل واحد بيحل بطريقه مختلفه جدا واريا اكسبرتيز بشكل معين. تمام. طيب عبد الباري خلينا بقى ننتقل شويه للقسم. حلو. شويه بقى احسن. كل الطلبه عارفه انه MIS محتاجه GPA عالي جدا في سنه تانية. هل ده صحيح ولا لا؟ انا عارفه يعني هو ده سؤال استناني. ماشي. سنه تانية الGPA هل بيفرق عشان اخش MIS وقد ايه؟ ماشي. دي حاجه. تاني حاجه طيب خلاص شديت على نفسي في سنه اولى وتانية وجبت الGPA اللي MIS عايزاه، هل
لازم الجي بي اي يفرق معايا عشان اشتغل في مجال الشغل. لما انت صح. طلعت بقى دلوقتي وشفت، هل في الانترفيو في الحاجات بيبصوا على الجي بي اي ولا ده مش مهم؟ المهم انت كشخص قدامها بتتكلم حلوة جدا. اول بس هل هو requirements كده؟ هو في مش هقول هاي جي بي اي، بس هو ايه restricted في جي بي اي لازم تجيبه، اللي هو I think اللي هو على حسب برضو السنة بتختلف طبعا ساعات. طبعا ف 2.666 I think يعني على اول ما انا ريجسترد في الديبارتمنت يعني كان 2.666. فده كان كده. وبعد كده في requirements ثانيه كان اي سي دي ال برضو. فالاي سي دي ال برضو مهمه ان انت تريجستر كويس وبقى ليها البوليسيز بتاعتها. بس انا حابب جدا البودكاست ياخد انطباع اكتر من انت مش انت ازاي تنرول في القسم، ازاي تقدم على القسم، عشان مصر كلها هتقول لك انت ازاي تقدم على القسم. بس ياخد انطباع ان انت طريقه تفكيرك تتغير فتعرف تقدم على القسم وما تقدمش. اهم يعني حاجه تقدم ولا ما تقدمش، تقدم ولا ما تقدمش ده قرارك انت بعيدا عن الجي بي اي. الله ينور. كويس ان انت تقدم ولا ما تقدمش، ولا ما تستخسر الجي بي اي، ولا المفروض تشد حيلك من دلوقتي وانت في سنه اولى وثانيه تعرف تجيبه. ده انت بتيجي عن ايه؟ عن فلسفي، عن طريقه تفكير اتغيرت. كويس. فانا هتارجت حاجه او مش هتارجت حاجه. اهم حاجه بدل ما بنملى الاقسام ان احنا نملى، مش بدل ما نملى الاقسام ان احنا نحط الشخص الصح في المكان الصح. بس يعني يبقى السؤال بقى يجي هنا، احسن اخش ام اي اس امتى؟ اخش ام اي اس امتى؟ اقول انا ينفع اخش ام اي اس امتى؟ تقول طريقه تفكير معينه. يعني انا محتاني، انا لما اقول لك طريقه تفكير معينه ده انا بقول ايه؟ انا بقول الشخص اللي فعلا عايز ياخد، فعلا عايز يتعلم، عايز يعمل حاجه، ومش عايز يبقى مساق زي ما بحب اقولها كده، اللي هو مساق، اللي هو ايه، يلا بينا يلا بينا. بقول لك ايه، هو ايه الكويس النهارده؟ اكاونتنج وبزنس. طب ايه ده؟ بحب بيقولوا ايه؟ انا بحب الارقام هخش اكاونتنج. انا بحب بزنس، بحب بهرب من اكاونتنج من الارقام وكده هخش بزنس. هو يعني ايه الديسيجن اللي طلع ده؟ يعني في مفيش قرار. يعني القرار يعني هو طلع. ايه الخاص فيه ورا القرار ده؟ يعني ايه يعني عايزه اقول لك ايه، انا فاهمه انت عايز تقول ايه. ليه القرار ده طلع؟ حلو. يعني. عشان كده احنا هنفضل كده او بحب الارقام يعني احنا هنفضل كده. لا طول مثلا والله لا انا مثلا شخص يعني من القسم بيعتاد ان القسم مثلا عشان تعرف بروسبر يعني تعرف تزدهر في القسم يعني لازم يكون عندك شخصيه اللي هو ايه اناليتيكال برضه يعني فاهم جزء اناليتيك شويه تحليلي. يعني مش بتاخد الحاجه مسلمات. من طبيعه القسم برضه ان هي بتحتم ان انت واحد مثابر. انا عايز افهم وعايز افهم مش عشان احل. انا عايز افهم عشان عايز افهم. انا عايز اعرف المعلومه دي جت ازاي. انا عايز اعرف مصطلحات دي يعني في زي مثلا ايكونومكس وفي سنه اولى وفي ثانيه بياخدوها في مصطلح اسمه opportunity cost اللي هو التكلفه الفائده البديله او حاجه زي كده. ده عباره عن مصطلح ان هو عباره عن ايه، ان انت بتاخد ديسيجن بس انت برضه في نفس الوقت وانت بتاخد الديسيجن ده بيبقى فيه alternatives. انت ليه ما خدتش الباقي؟ فانت بتجيب احسن واحد. يعني انت بتاخد ديسيجن A كويس فبتجيب B هو احسن واحد بعد A. لو A ما كانش موجود كنت هختار B. فبتحسب له الكوست بتاعته. فده هو ده الاوبورتيونيتي كوست. انت بتحسبها ازاي في حياتك العمليه؟ والله مثلا السيرتيفيكت انا لو اخدت مثلا اخدت قسم اكاونتنج وده انا حسبتها يعني حتى بيرسونالي. انا لو دخلت اكاونتنج انا هحتاج انا فاهم اكاونتنج وانا هطلع ببزنس فانا فاهم اكاونتنج وسيرتيفيكتس ما انا ممكن اقيم على سيرتيفيكت. بس التكنولوجي في ام اي اس لا انا ما حدش علمني تكنولوجي خالص. فكده الكوست الاوبورتيونيتي كوست بتاعت الاكاونتنج اقل من الاوبورتيونيتي كوست اللي هتدفعها لو اخترت الاوبورتيونيتي كوست. لو انت هتندم هتدفع كام؟ كويس. لو انت ايوه دي جميله قوي. جميله قوي بقى يعني. بس شوف بقى لما ما يبقاش حد اكاديمي هو اللي بيشرح مش لو انت هتندم هتدفع كام. ممكن استخدمها في محاضراتي عند البري. اكيد طبعا بجد. طيب. يعني حلوه قوي ان انت كمان نقطه في حاجه ان انت قلت انا حسبتها الاوبورتيونيتي كوست دي ما كم من طلبه كلنا خدناها. بس امتى انت لما جيت تاخد قرار طبقتها؟ طبقت معلومه نظريه بحته. محدش هيقول لك طبق. ما هي الفكره هنا وسربرايز بقى يا جدعان والله. مش عارف انا جاي يعني في الكريتيكال ثينكينج كنت اقول يا جماعه احنا الحاجات دي بنستخدمها في حياتنا الشخصيه. يعني انت مش عارف تربط مش لازم بس جوه الشركات لا بالعكس مظبوط حياتك الشخصيه بجد. يعني هو طبق الاوبورتيونيتي كوست لما كان بيقرر هياخد انهي انا لقيت مثلا وده بيرسونال برسبكتيف خالص يعني انا لقيت والله انا لو دخلت بزنس او انا فاهم يعني انا بقول لنفسي انا فاهم شويه بزنس واكاونتنج ولو انا عايز اسبيشالايز في حاجه فانا هعرف انا اي هاف اذر واي لحاجه زي كده. بس في الاي تي في الام اي اس وكده لا الفليفر ده بالنسبه لي ما عداش عليا قبل كده ولا لازم اخده. فده كده الفرق ما بين اسمه الفرق ما بين ان انت
تقيسها تقيسها بس ارقام تخش وحفظ ولا تخش حفظ على طول، مم. ولا ان انت تبقى فاهم المعلومه. بالظبط. وده حاجه في كل الاقسام، يعني حتى لو انا هخش اكاونتنج، لو انا حابه وعايزه شايف ان انا محتاج ده، فطبعا جو الاكاونتنج. يعني احنا مم. مش بنقول انه ده بس نطبقه لما نيجي نختار MIS. لا طبقه ده في ارض في اي حاجه. يعني بالظبط. مثلا واحد زي مثلا هو بيختار بيزنس، مم. هو شخص، هو زي ما قلت لك، حتى هو انا بقول لك في انتربرايز اركتكت كويس، بالظبط. هم باك جراوند و100% بزنس. بزنس بس. الراجل ده ليه؟ ما هو فعلا هيحل بزنس سولوشن في الاخر، ما هو عايز كده. فانت لازم تكون عارف ان اسمه والله بزنس، انا فاهم بزنس، مش عشان بحفظ بزنس يعني. لا هو البيزنس بعيدا تماما عن الحفظ. معرفش مين اللي قال ان مواد البيزنس حفظ. عشان هو الفكره مين اللي قال فين؟ الفكرة عشان دي؟ الفكره فين ان هو ايه، هم يعني في الكورسات مثلا بيعملوا ايه، وهم فاكر ان هو، وفي للاسف ان في ناس فاكره ان التدريس هو عباره عن فاسيليتيتنج المعلومه وخلاص. انا بص، هو الدكتور مثلا سي ان هو قال لك 20 سلايدز مثلا او 100 سلايدز، انا هقسمها لك ل 10 فيهم الكبسوله ومتنظمين، وخلاص. خش الامتحان الدنيا زي الفل. انا كده انا كده برنس جدا في التيتشنج. مش لا لا انت لما في التيتشنج بتكستنج اكسبيرينس، وبتكستنج ديبر اندرستاندينج اوف ذا نوليدج، مش مجرد النوليدج وخلاص. فمن ضمن الكواليتيز اللي انت تبقى موجوده ان انت تبقى بتحب جدا ان انت عايز تتعلم، حابب العلم. لان انت قلت برضو احنا عندنا طريقه في التدريس السيلف ليرنينج. يعني مش زي مثلا انا هقول لك حاجه بيرسونال حصلت. انا داخل مش انا كنت فاهم يعني، قريت بروجرامينج يعني، فهمت وده حاجه برضو ننصحها لينا كلنا، ان انت قبل ما تخش اي حاجه اكسبلور. والله سهله يعني، انا عارف ان هو يعني سهله يعني يعني. انت داخل على ايه، ما تسمعش من الناس بس الله ينور يعني ايه، وشوف الانترنت، والانترنت ما سابش حاجه، صباح الخير يعني. فشوف المجال ده اسمه ايه، طب المجال ده مش فاهمه، طب اسال حد اسال من حد من اصحابك، اسال بالله عليكم ارجوكم اسالوا دكاتره الكليه بجد. في دكاتره يعني حضرتك، وفي دكاتره كتير جدا بيتمنوا جدا ان الطلبه بتروح لهم الستودنتس at their doors ويخبطوا على بابهم ويقول لهم معلش يا دكتور انا تايه. ما اكيد الدكاتره دولت سابونا بكتير جدا. فاهم حاجه ان انت تبقى عندك الحته دي بتتحرك حركي زي ما بيقولوا. لما تيجي تاخد معلومه ما تاخدهاش منها كمسلمات، لازم تفهم. وبيفرق جدا 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 جدا. انا عارف ان في ديفلوبرز ناس بتكود برقم، وفي ناس بتكود برقم خزعبلي. الفرق ما بين ده وبين ده فاهم، ده مش فاهم. ده حافظ، ده انا عارف انا هعمل 1 2 3 وهأديها كودينج وبنقول عليه انجينير وكل حاجه. بس ده حافظ كود، مش حافظ كود يعني بيعمل 1 2 3 تطلعه بره 1 2 3. لا انا مش فاهم الديزاين كان ماشي ازاي. يحل لك البروبلم غلط. طب ليه ده لا الثاني لا الثاني انا فاهم سوفت وير، انا فاهم داتابيز، انا فاهم لما يحصل كذا يحصل كذا. ده برضو deeper understanding of the اسمه ده of software. اللي هو برضو مين بياخد deeper understanding ده؟ مين كان السوفت وير architect اللي هو highly paid. ما make sense والله. اجيب واحد يدفع لي ادفع له كل يوم 200 جنيه ولا واحد مرة واحدة 10,000 جنيه، رقم محترم كده، بس هو هيظبطها في الآخر. الدنيا بعد بالظبط. فده من الكواليتيز المهمة يعني. خليني أسألك وبيحب سؤال الماث تاني. يعني، لو بيحب برضه الماث يعني ده مهم برضه صح؟ علشان انت في الكودينج انا اسف على المقاطعه والله. لا خالص بالعكس، دي معلومه مهمه. ان انت تكون فاهم الاناليتيكال، والاناليتيكال شويه بيبقى ميال يعني حابب الماث، ده حاجه كويسه. بتبقى حاجه بلس يعني فاهم. ومش كارهه يعني، خلينا نقول مش كاره الماث، عشان في ناس مش لازم يعني تبقى شاطر فيه قوي. لا خالص بس خالص يعني خالص. على الاقل مش اللي هما ناس كارهينه يعني، ناس كارهينه ومش عارف يتعامل مع ارقام. لا خلاص يعني لا القسم ده بيتارجت ناس كده. ليه بتعمل كده؟ علشان يبقى انت فاهم شغلك اناليتيكال وبنحسب كذا وفي ايكويشنز. طب انت لو مش فاهم الايكويشنز دي جت ازاي، او ما عندكش مش فاهم يا عم انت انا السنس اوف الايكويشن دي انا هعرف ادور عليها فين. لو ما عندكش برضو هتبقى ستراجل. بس از لونج از انت فايتر الموضوع هيبقى ان شاء الله. من ضمن الستراجلز يا عبد البالي، هل انا لو انا عربي هل ابعد شويه عن انا شايفين يعني اي حد هيسمعنا هيلاقي كميه ترمينولوجيز انجلش قاتله. ماشي. انا كنت عربي باي ذا واي والله. انا مدارس عربي من جامعة عبد الناصر. مدارس عربي بس انت تجرى انجلش. انا تجرى انجلش بس يعني بس كنت في المدارس كنت مدارس عربي فكان في الاكسبيرينس دي. لا بس هي ما شاء الله الانجلش بتاع عبد الباري يعني ما شاء الله اكبر. نفسك كشف يعني برضو بقول لنا في الاخر ازاي طورنا ده. يعني انا ما كنتش اعرف ان المدارس عربي على فكره، انا اول مره اعرف المعلومات دي. فهنزود بقى سؤال انه ازاي عملت ده. فلو انا تجاره عربي هل القسم ده يبقى شويه انا ما اعرفش المعلومات دي بجد. هل في عربي بيدرسوا الحاجات دي بالعربي؟ بياخدوها بالعربي؟ لا يعني ما بتتاخدش في برضه في حاجه ممكن نتطرق ليها. طبيعه المواد الموجوده. طبيعه المواد الموجوده
في حاجتين، مواد قسم، مم. مواد اللي اسمها ميجر مم. كويس، وفي مواد اللي هي المواد اللي بره من القسم اوكي. كويس. زي مثلا كوست اكاونتنج، ده ناس كوست اكاونتنج اللي هو محاسبه التكاليف، صح كده؟ ايوه حلو. محاسبه التكاليف للطلاب العربي بيدرسها بالعربي، بيدرسها كمحاسبه تكاليف. اوكي. حلو. دي بس تمام في حاجه عارفة. اسمها ماده اسمها زي بروجرامينج 1، ايوه ده مثلا. انت هتدرسها بالانجلش ايوه بالظبط، ما عشان كده بقول لك ما وهتمتحنها تتاخدش بالانجلش. بالعربي. الميجر اي مواد ميجر مم. هتمتحنها بالعربي وهذاكرها بالعربي. مش سوري، سوري، لا هتتحبها بالانجلش. بالانجلش. يبقى المواد الميجر اللي هي ليها علاقه بالام اي اس يعني. لها علاقه بالام اي اس، زي Direct. بروجرامينج، اي كوميرس. حتى لما بقول المصطلحات دي بالاي كوميرس، فالمصطلحات دي انجلش، فانت هتدرسها بالانجلش. واما بالنسبه للمواد اللي هي بره خارج تخصصات، حلو، بتدرسها عربي بالعربي. عادي زي العربي. التفكير الناقد كانت نازله علينا كلنا كويس. العربي كان بيدرسها بالعربي، والكريتيكال ثينكينج هي نفس الكلام بيدرسها بالانجلش. ايه مواد تاني؟ اي ثينك يعني ده كده كابلز اكزامبلز يعني. طب لو انا بقى عربي، حلو، لو انت عربي اواجه مشكله في المواد اللي هي الميجر اللي هي ليها علاقه بالام اي اس؟ على حسب اللغه، على حسب مستواك في اللغه ماشي ازاي. بس خليني اقول لك هو الانجليش انت مش بتدرس انجليش يعني انت في الميجر. انا بقول لك مثلا مش انت هتدرس كلمه فلو تشارت، مش عارف يعني فلو تشارت او كده، تروح تدور. ودي برضو بوينت مهمه جدا. هو انا قلتها في الاول ولازم اعيد عليها، ان انت لازم تكون عندك صبر في التعلم. صبر في التعلم. انت مش قاعد على الكرسي، وحد حبسك. لا، انت قاعد في الصبري، والله انا عايز افهم يعني فلو تشارت. تدور، لا تروح خريطه التدفق بالعربي. طب خريطه التدفق دي انا دورت عليها جوجل، طب هعمل ايه؟ لا والله، هي الفكره بقى فين؟ ان المصطلحات احنا يعني، حتى كنت بكلم مع حد من رؤساء القسم يعني كده، ان ليه، طب انتوا ليه ما تفصلوش؟ احنا القسم الوحيد اللي بيجمع الاثنين، عربي وانجلش. يعني البيزنس ما بيبقاش كده، الكاونتنج ما بيبقاش كده. عربي لوحده قال لك عشان حاجه واحده جدا. بره لما بتقول له سوفت وير، انت تقول له سوفت وير، ما انت بتقول له كمبيوتر، مش هتقول له حاسب آلي. مش هتقول له حاسب، صح. ده اقل حاجه. هتقول له بروجرامينج، مش برمجه وحاجات معقده كده، او مش معقده، بس هي مش ده الدرجه دلوقتي. بالظبط. حلو. فاحنا محتاجين ان في القسم ده بيكويب يو، يعني بيعدك لسوق العمل، ان انت لازم تعرف تكسر حته اللغه على الاقل، مش الانجليش وكل حاجه، بس على الاقل في المصطلحات اللي انت هتتعامل بيها مع الناس. بالظبط. وخليني اقول لك حاجه برضو يا عبد الباري، يعني طبعا يعني هي في اي مجال، بالذات البيزنس، يعني يمكن انا محاسبه، انا عارفه انه ساعات في كل شركات اللي هي بالذات الشركات الحكوميه او كده بتبقى فعلا الشيتس بتاعتها والحاجات بالعربي. يعني انا فاهمه ده، بس خاصه في مجال البيزنس الانجليش هو اللي بيبقى سائد، يعني الترمينولوجيز الانجليش هي اللي في السوق. صح، مظبوط. فانت حتى لو مش ام اي اس، انت محتاج تشتغل على الانجليش بتاعك. ده لازم ده لازم يعني ده ماست، ما ينفعش ما يبقاش عندي انجليش. ما شفتش حد، انا بالنسبه لي ما شفتش حد بجد يعني فلورشت كده وراح بره ودخل جوه، يعني عمل حاجات كتير جدا، الا لازم يقوي الانجليش بتاعه ده بشكل اساسي. فيعني ده مش وده مش تقليل من اللغه العربيه، يعني برضه في ناس بتقلل برضه من اللغه. لا خالص، بالعكس، احنا لما بنسافر بره بتبقى اللغه العربيه دي ادج بلس دايما جدا. وانتوا ازاي اللغه دي صعبه، وازاي عارفين تتكلموها وتتكلموا انجلش كمان معاها؟ احنا ما بنعرفش نتكلم لغتنا فعلا. يعني انا اعرف كميه ناس اخدوا opportunities كتير جدا عشان انت عربي. فاحنا هنفتح، بيحصل كده. احنا والله بنبقى في ميتنج وكده، احنا عايزين نفتح في دول عربيه، وهما بيبقى انترناشونال، وده انجلش وكل حاجه زي الفل. احنا عايزين نفتح دول عربيه، بيختاروك انت، بيختاروا واحد عربيك او واحد ايجيبشن مثلا هيفتح في مصر. ليه؟ عشان ده فاهم اللوكاليز. نرجع تاني لمصطلحات البيزنس. لوكاليزيشن يعني انا عايز حد يفهم اهل اللغه دي بس كده. فده اي ثينك اللي هو ايه، ان انت لو حابب ان انت لازم، وانت انا عارف العربي، يعني انا كنت مدرس عربي. حلو. فالمدارس العربي دي ما منعتنيش ان انا اتعلم اللغه. ليه؟ علشان انا عايز اتعلم اللغه دي. عملت ايه يا عبد الباري عشان تبقى اللغه ما شاء الله قويه كده؟ انا عندي ستراكشر معين، يعني هو ستراكشر كبير قوي، بس خلينا نرابط اب ان اللغه عباره عن براكتس حرفيا، ممارسه. هي يعني خلينا نقول بشكل عملي اكتر او بيرسوناليزد اكتر، ان هو حاجتين، براكتس ونوليدج. كويس، معرفه. حلو. في ثانوي انت بتاخد نوليدج كويسه، خلي بالك. انت بتاخد كميه فوكاب حلوه، انت بتاخد كميه جرامر لذيذه جدا. حلو. وهي هو ده الانجليش، يعني زي لو هو ايه، لو احنا بنتكلم على انجليش، يعني هو ده الانجليش. هو الانجليش عباره عن ايه؟ عن كلمات وبنجمعها مع بعض وبيكون مينينج. كويس، حلو. فانت بتدرسها كده. طب ايه المشكله دايما؟ هو البراكتس، جزء البراكتس اللي انا مش بعمله. طب لو رجعنا برضو ستيب في البودكاست، قلنا ايه؟ ان احنا لما نيجي نتعلم حاجه نحاول ان احنا نحطها في the context. وده the way I learned it, the hard way. اللي هو فكره ايه؟ ان انا دلوقتي
اخدت كلمه اسمها deliberately. كويس. deliberately معناها اللي هو ايه، انا intentionally يعني اللي هو متعمد ان انا اعمل كده. فانا عارف كلمه intentionally بس انا لسه واخد النهارده deliberately بس مش فاكر هي كان انا عايز اقول intentionally او متعمد. فانا لازم ايه اعصر دماغي، لازم تحس الاحساس ده اللي هو فكره ايه، عايز تجيب كان في كلمه اول ما توصل للليفل ده يعني اعصر مخك لحد الليفل ده روح دور عليه هتثبت معاك. اوكي. مارستها فين يا عبد البراكتس هو اللانجوج بيتقسم 4 سكيلز. listening اي لانجوج listening speaking writing and reading. حلو. في 2 passive و 2 واحده 2 passive يعني هو passive اللي انت بتستقبلهم واكتف. حلو جدا. ناس تقول لك والله انا اقرا افهم كويس قوي بس ان انا اكتب لا مستحيل. صباح الخير انساني. ان انا اسمع انا فاهم كويس كلامك جداً. يا نهار ابيض. انت عارف اللي هو فكره الميم اللي هو اسمه انا فاهم كل حرف بس ان انا افهم حاجه ما انتوش اعرف مش هعرف اقول والله بس فاهمك فاهمك كويس جدا بس مش عارفه ارد عليك. الله بس خليك مع نفسك بقى رد مع نفسك. فنفس الكلام هو ده ناتج عن ايه؟ برضه ناتج عن علم يعني ناتج عن ان انت البراكتس اللي انا بقول لك عليه ده سمبل جدا. يعني انا قصدي عايزه اوصل يعني انت عملتها فين؟ يعني رحت اتكلمت مع مين؟ اتكلمت مع مين؟ دلوقتي في ابس كتير يعني خلينا نقول دلوقتي في ابس كتير. اما في وقتي انا كنت متوحد حاجه زي كده. يعني ايه متوحد؟ معناها ايه؟ يعني مثلا في حاجات في تكنيكس انت بتستخدمها اللي هي فكره ان انت مثلا listening انت سمعت حاجه حلو فانت بتسمعها كتير ده انت مش محتاج حد صح؟ تيجي في السبيكينج ربنا يعني عندنا ريكورد كويس يعني هو قال حاجه يعني مثلا بتسمع حاجه معينه فانت بتكررها مع نفسك بدل ما انت تكررها مع نفسك سمعها تاني يبقى انت معاك حاجه ريكوردد بنت والفيديو كويس فانت بتقارن ايه ده والله لازم لا هو قالها بالاكسنت وقالها لا كان في كلمه ناقصه هو قالها deliberately ولا deliberately ولا قالها بالظبط يعني فانت بتسجل لنفسك فده من ضمن الحاجات براكتس كتير في حاجات زي عشان تنكريز الفلوينسي اقعد كده فاجئ نفسك هي كده هي فاجئ نفسك النهارده هتكلم انجلش then translate يعني ايه turn all the conversation into English بسرعه من غير ما تفكر هتقول اكتب دي يعني مثلا مثلا انا بقول مثلا we had a great time with Dr. علاء today دي طلعت كده بسرعه بس انا مثلا لو مش عارف اقول مثلا او حاجه زي كده هقول مثلا اسمها ايه ده يا دكتوره علاء كنا قاعدين كويس يعني ايه كنا قاعدين كويس جريت تايم حلو فانت بتشوف بقى كلمه جريت تايم لا احنا في ناس بتقول لك جريت تايم لما عايزه تحس بالاحساس ده اصل اللغه عباره عن ايه عباره عن حاجات في دماغك وحاجات مشاعر كويس عايز تكوميونيكيت الحاجات دي بكوميونيكيتد باللغه بس كده وتوصل نفس المعنى. انت قلت لي في ابس كتير لو تقول لي بس بسرعه سريعا كده اسامي لابس لو انت تعرف ولا في ابس زي اي توكي كويس وفي اي توكي ده بس هو انت ده للسبيكرز يعني لو انت عشان تفهم حاجات يعني تتكلم مع حد نيتيف سبيكرز وتتكلم معاه. انا قصدي براكتس يعني في بس دي ممكن نبعتها بقى في اتاتشمنت او حاجه زي كده في الرايتنج بريتش كونسل بريتش كونسل وكامبريدج عاملين ويب سايت عباره عن ايه اكتب وانا اقيمك ايه ده فور فري فور فري عادي جدا. الريدنج هو الفكره الاسسمنت بتاع الريدنج والليسننج يعني اسهل اللي هو ايه ريدنج لو في كلمه انت مش فاهمها دي معناها اللي هو ايه الكلمه دي انت مش فاهمها. الليسننج كلمه ما سمعتهاش خلاص. الرايتنج والسبيكينج بتبقى انا عارف انت بتبقى محتاج حد بالبراكتس كتير وفي حاجه مهمه جدا put yourself into the right community. كان من ضمن الحاجات برضه اللي عملتها كنت في اميديست يعني كان في سكولرشيب واحنا صغيرين 2014 كنت بقدم على منح وكده فاخدت منحه هناك بس يعني كان في فرصه ان انت تجيت اكسبوزد يعني تتعرض ليه كوميونتي بيتكلم بالانجلش they were aiming at ان هم يستدي بره فانا ايه الكوميونتي ده في كوميونتي فعلا اي حد عايز يتعلم اي حاجه تختاري الكوميونتي مع الناس الصح وحتى ديننا بنقول كده واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ليه ده النبي ربنا بيكلم النبي فاللي هو فين رغم ذلك لازم صحبه لازم كوميونتي لازم حاجه كروشال يعني. طيب خليني يا عبد الرحمن يا عبد الباري اقول لك على حاجه سؤال كتير من الطلبه بتساله وفي اي مجال وفي اي حته وفي اي حاجه وفي حلقه سكسس ستوري حلقه اقسام حلقه اي حاجه ايه الرود ماب اللي امشي عليها عشان ابقى ناجح اعمل ايه الوصفه
ايه حلو. الريسيبي؟ ايه الطريقه؟ شورت انسر ولونج انسر. قولي شورت short انسر answer. مفيش. 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 اوكي. لونج انسر تعالى بقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. اوكي. اي حد يديك رود ماب كويس، عشان دايما حتى بيتقال كده علشان حد ينصحك نصيحه واقع ليك، بيبقى محتاج 3 حاجات في النصيحه دي. ان الناصح اللي هو اللي بينصحك يبقى عارفك كويس، عارف لا عارف قدراتك، عارف انت ميولك ايه وكده، عالم بالنصيحه، يعني عارف النصيحه دي تبقى تارجتنج ايه، ملم بالموضوع اللي انت بينصحك بيه كويس. ال3 حاجات دول مهمه جدا في حد. ف I think my personally اي رود ماب موجوده، هو مش حد يعرف ان عبد الباري دخل في الويب سايت الفلاني، ما حدش عارفني، فصباح الخير. فاهم حاجه قبل ما تسال ايه الرود ماب، اسال نفسك انا مين اصلا، هو انا قدراتي ايه، هو انا بتعلم ازاي، ده سؤال مهم والله. يعني انا بتعلم ازاي، هل انا بحب جدا، يعني انا مثلا شخص انا عن نفسي بحب جدا الكونسبشوال. يعني ايه كونسبشوال؟ ما تقوليش احنا هنعمل كذا كذا كذا، لا قولي انت فكرت فيها ازاي، قولي طريقه التفكير ليه، عشان از لونج ان انا فهمت طريقه التفكير انا هعرف اطبقها على كذا حاجه. ده انا يعني ده كده تايب اوف بيرسون كويس. في ناس تانية يقول لك لا انا عايز افهم كل الديتيلز اللي فيها وبعد كده هجو ثرو الكونسبشوال ده بعدين، انا بحب اشوف البراكتيكال، انا عايز اشوف حاجه بايديا. عشان كده التعليم الفني برضو من ضمن الحاجات الكويسه جدا اللي الدوله فعلا بتبوست فيها بشكل جدا، اللي هو فكره ايه، التعليم الفني ده مهم جدا. ليه؟ علشان انا بعلمهم ايه، يعني الفلسفه بتاعه التعليم الفني ان انا بديله الادوات واقول له اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. ليه؟ عشان يبقى اكسبرتيز في الحته زي كده. عايز يطلع كونسبشوال يطلع هيبقى عنده ايدج، يعني يطلع كونسبشوال، يعني يفهم الساينس بيهايد الكلام ده. ايوه انا حصل ليه حلو جدا. هتلاقي الصنايعيه رقمهم محترم جدا، في صنايعيه رقم محترم. طب ده ليه؟ علشان فاهم انا بعمل كويس قوي، ولما تيجي تتكلم معاه تحس ان هو قالب على مهندس، مالك انت خدت هندسه ولا ايه؟ فلا او عشان فاهم حته ساينس مثلا، حته كده، حته زي كده. فالحاجات دي مهمه جدا. يعني سيلف اكسبلوريشن اللي بيتقال في السايكولوجي والحاجات دي مش كلام. دايما نقول كده، خلينا نقول الكلام هيفضل كلام اظن جاز انت ما تطبقوش على ارض الواقع. يعني قصدي مهم فعلا، مهم انك تعرف نفسك، يعني مش هو نسمع حد يقول انت لازم تعرف نفسك تكتشف نفسك فنقول بقى ده كلام تنميه بشريه. مظبوط، بس برضه ما تقعدش في القعده دي كتير، يعني برضه معلش. بص سنتين استكشف نفسي واخد فشار معايا، فشار انا معايا بس، ونشوف بقى الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. بص هو نفسك انت مش عارفها، يعني استكشف انت، احنا بنقول حتى نستكشف نفسي. يعني انا مش عارف الدنيا، يعني انا يعني مثلا لما اقول لك مثلا ايه، انا لو رميت الموبايل ده هيقع، فانا عارف. نفسك انا مش عارف والله، لو رميت هتقع في الارض ولا هيحصل لها ايه، لو عرضت لها في موقف ستريس هل هي هتعرف تهندل ولا لا، لو عرضت لها للستادينج ستادينج اللي هو المذاكره بشكل معين، هتذاكر ازاي. فانت تقعد تراقب نفسك دايما. يقول لك ايه، عشان تنظم وقتك ايه، راقب وقتك، ده اول حاجه. اول حاجه تتريس. فانت عشان تشوف نفسك الدنيا تحط نفسك في المواقف كمان، يعني الستريس الله ينور. فانت لازم تحط نفسك في المواقف. حط نفسك في المواقف دي مش هتيجي ازاي، مش هتيجي وانا قاعد مش قاعد في بيتنا وبنزل افلام انا عارف ان الحته دي حلوه جدا وكاوتشي قوي، يعني حتى لو انت تقعد على الكاوتش وانت محتاجها طبعا، يعني ما بنقولش انك تفضل ليل ونهار لا بتعافر صح، ما حدش يعافر كده لا. طيب يعني سيلف اكسبلوريشن الخطوه اللي بعدها بعد ما تعرف نفسك كويس، فانت هيبقى عندك ايه، خلينا نستخدم مصطلحات بيزنس برضه، يعني بتبقى لذيذه جدا. بيبقى عندك السترينث والويكنس. انا والله كويس في كذا، والقوه بتاعتي كذا. انا كويس في كذا ونقط ضعفي كذا. حلو. بس في حاجه بس الناس بتنساها، كون صادق مع نفسك. والله ما حد هيضربك، يعني وما حدش هيعمل لك حاجه، مش هتقول ده لحد، ده بينك وبين نفسك، ده بينك وبين نفسك. فتمام، لازم تفهم ده كويس جدا. ولازم تفهم ان الجيرني، لازم تفهم ان انت تبقى صادق مع نفسك، الجينيوين تو بي جينيوين يعني. وفي نفس الوقت ان انت تبقى عارف ان دي بروسس، we need to trust the process. يعني تثق في الحاجه اللي انت بتعملها. trust the process دي كلمه دايما المهندسين يقولوها. عشان trust the process ما تناقشنيش. هي لان هو بيبقى فاهم البروسيس ده هيعمل ايه، the philosophy behind the philosophy. بالظبط، الفلسفي behind trust the process دي كلمه مهندسين. ف you need to trust the process. ليه to trust the process؟ اعرف ان عمليه التغيير مش هتيجي من يوم وليله. ليه الموضوع ده؟ علشان دايما انا انا قررت ان انا هكتشف نفسي. اول ما اروح البيت على طول والدتي تقول لي مثلا اعمل كذا كذا كذا، وبقت بومبرد بحاجات كتير، يعني بقيت حاجات كتير قوي انا عايز اعملها. اهلي مثلا طلبوها مني، طب ثواني بس انا بستكشف نفسي لا فالدنيا بتعمل ايه، تستكشف شويه كويس وبتعمل مسؤوليتك شويه. يعني انا شايف من وجهه نظري برضه المتواضعه، يعني ان مشاكلنا كجيل او مشاكل الناس حاجتين،
ايدنتيتي. انا حتى مم. بكلم مع حتى اختي الصغيره كده مم. ان احنا عندنا تو بروبلمز. مم. احنا we have identity problem و responsibility. مم. الفكره فين؟ identity problem اللي هو عايز اعرف نفسي وعايز اعرف انا مم. بتعرف ازاي مع الناس مم. وعايز اعرف انا بتعلم ازاي وحاجات كده. مم. حاجه ليك، حاجه ليك انت. مم. ليها الديانه برضو من الايدنتيتي، الهويه الهوية. نفسها، مم. عربي مصري بتحب البلد دي، كل ده حاجات ايه مم. انت بتنميها في شخصيتك بالظبط. وبتشوف شخصيتك يعني ايه بتروق لانهي مثلا مم. مجال او لانهي أو ايديولوجي انهي طريقه تفكير فلسفيه يعني وكده. فلسفتك ايه في الحياه؟ فلسفتك دي identity. responsibility whatever that responsibility that you have. ايا كان الايدنتيتي اللي انت هتadopted انت هتاخدها في responsibility عليك. انت اب وعمل عندك 1 2 3. انت واحد عندك طالب جامعي فانت عندك مذاكره لازم تخلصها. عندك GPA مهم، مش مهم. اي حد يقول لك الGPA مش مهم، لا ده ما ينفعش. الGPA ده indicator it's not يعني دايما حتى indicator. في دكاتره دايما بيقولوا اسمه ده it's indicator مش reflective. يعني ما بيعكسش انت، مش بيعكس هويتك انت، مش بيعكسك انت كشخصيه. بس بيعكس ايه؟ بيعكس والله الراجل ده كوميتد، الراجل ده مثلا مسؤول في الحته دي، مسؤول. الراجل ده مثلا قادر يتحط في ستريس، مع الامتحانات دي ستريس، ما الله ينور. قادر تايم مانجمنت عنده قدر. طب في ناس بتشتكي من طريقه التعليم وحاجات زي كده. still he managed it to some extent. يعني انا في ناس بتقلل من الناس اللي جايبه مجاميع عاليه. مش صح. ليه مش صح؟ الراجل ده حتى لو هو مش يعني عنده عمل شغل من شغله، كون ان هو ما عملش الشغل التاني ده لا يمنع ان هو هو نجح في الحته ان هو نجح في الحته دي. فالراجل ده مثلا في responsibility جاب 100%. ممكن الايدنتيتي تكون بايظ، ممكن يكونش فاهم. ممكن برضه حته الايدنتيتي دي معناها ان انت بتتعلم من اجل العلم او تتعلم من اجل ان انت تبقى احسن. ما هو ده ايدنتيتي، دي فلسفه. كويس. اما بالنسبه للمسؤوليه ان انا اقفل مثلا الامتحان ده عشان انا عايز اقيم حاجه زي كده، ان انا مثلا اكون ان انا مثلا والدتي مثلا ووالدي مثلا اكون برهم قد ما اقدر. responsibility يعني مثلا في العباده برضو حتى responsibility في الدين يعني بالنسبه لنا كاسلام يعني ان responsibility في الدين ان انت بتقوم الصلوات وبتعمل فرائض وما بتأذيش حد وحاجات زي كده. الاعمال القلبيه كلها اللي هي فكره ان انت اسمه ده انت بتحقد على الناس ولا لا. يعني كده في حاجات كده انت بتحسد ولا. الاعمال القلبيه دي كلها اول ما يسعر بيهم النار، حديث معروف جدا، اول ما يسعر بيهم النار عالم ومنافق، عالم وجواد وكده. ليه بيسعر؟ ليه اول الناس يخشوا النار؟ عشان حته الاخلاص. ان انت عملت الحاجه الفلانيه دي عملت لقد قيل يعني بيتقال كده في الحديث عشان عمل كذا. وين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. انت عملت كده عشان الناس تقول بيصلي وده محترم رغم ان هو بيعمل ريسبونسبيلتي واحنا بنقول ايه ده شخص كويس جدا، بس هو خلي بالك عنده مشكله في حته ثانيه اللي هو ايدنتي. هو مش صريح مع نفسه برضو. من الحته دي برضو صريح مع نفسه دي مهمه جدا. كن صريح مع نفسك يعني واحتوي نفسك يعني برضو دي حاجه مهمه يعني. بالتالي واضح لما قلت لكم في الاول عبد الباري كان قاعد في المحاضره منور. يعني انا طب عبد الباري خليني انا مستمتعه جدا والله ما عايزه الحلقه دي تخلص، بس يعني طبعا عبد الله ورا الكاميرا خلاص. لا عبد الله معانا من سيزون 1 يعني ما فيش مش هتقطي دي يا عبد الله. لا انا مستمتعه جدا بالحلقه دي يا عبد الباري والله العظيم ربنا يعلم يعني. طيب انت عندك فلسفه فظيعه في كل حاجه بحاول يعني. لا ما شاء الله. ماشي، عايزين نختم بقى بفلسفتك في هو احنا يعني ساعات يقول لك ايه، بص بقول لك ايه، البيزنس ده وكل حاجه نتعلمها بالسوق كده. هو السوق بيعلم. حلو. ماشي حلو. فانا عايزه تقول لي هو السوق بيعلم ولا احنا محتاجين ندرس 4 سنين والسوق حاجه واللي بندرسه حاجه ثانيه. حلو. وفلسفتك في العلم نفسه. في العلم نفسه. اوكي كويس. نبدا باول بوينت اللي هي فكره ان الفلسفه في السوق كده. زي ما قلت خلي الكلمه دي مارك ماي ووردز يعني خلي الكلمه دي معلقه معاك. اللي هي فكره ايه، اي حد هيديك انت هتعمل تاسك عشان يعني هو في فلوس تدفع. كويس. ده السوق. اعمل لي حاجه هديك كذا. ده يعني كده اكستشينج. كويس. فلما هاساين التاسك مش هاساين السكيلز بتاعتها، سكيلز ونوليدج. كويس. فانا هقول لك اعمل لي كذا بس مش هقول لك اعملها ازاي. ما انا جايبك ليه؟ صباح الخير. انت ما اعملها انا كويس. طب حلو لو انا قلت لك اعملها ازاي. علمك مش بيقول لك دايما اسمه ده ان الخريج دلوقتي احسن. ليه فريش جراد؟ ليه فريش جراد؟ ليه ناس بتحتاج فريش جراد؟ علشان عايز هو العلم توصل ليه لاخر وقت ممكن. علشان يبقى مدي للاورجنايزيشن ايه فريش برسبكتيف. طب دي برسبكتيف حلو جدا. ما اسمها فريش. رؤيه حلوه جدا. لانه احنا بنفتكر فريش جراديويتس بيعينوهم عشان السالري بتاعهم قليل.
لا خالص. شوفوا بقى يعني شافها ازاي. يعني هو الفكره دي وجهة نظر. وهقول لك حاجه، حتى لو اتقال لك كده، حتى لو اتقال لك ان احنا هنجيب فريش، نجيب اي فريش وعشان نشغله في مصطلح كده مش عايز استخدمه، بس هو مصطلح اللي هو يلا بتاع شغله كده يعني. انت تقول لا والله العظيم، انت شوف الدنيا اوبزرف في الاول. فريش ده لازم يوبزرف ويقول بصوا احنا محتاجين نصلح كذا. لا انتوا ليه بتعملوا كذا. هو عايز حد كده، عايز انيشيتيف. دايما يقول لك حتى مثلا في مصطلحات الاتش ار برو اكتيف يعني هي شخص مبادر. انيشيتيف دايما اونرشيب، قلبه على الحاجه، ريسورسفul. مش اقول له اعمل لي كذا، ولو كذا اعمل لي كذا بكذا، لو بكذا مش موجود هتعمل ايه؟ هيرجع له. لو حد تاني كان ممكن يرجع له. ودايما طبعا عشان حاجه ليك بقى لسوق العمل وكده لازم دي ايمج. انا لما اديك تاسك انا لما اديك تاسك تحلها حلو، تعمل لها تخلصها، وانت بتخلصها بتدي الايمج بتاعتك في التاسك. اوكي. التاسك دي منظمه ولا مش منظمه؟ التاسك دي ريدبل ولا لا؟ في حاجه اسمها الهاند اوفر. التاسك دي لو انا بعتها لحد تاني حد هيشتغل وراها ولا لا؟ ما ده برضو ده كل ده ايمج والله. لا وساعات تقول ان في ناس كده تقول لك الناس دي كانت ستار، لا ما جاش منه اتنين. ده ليه؟ ده عشان ابلايد كل العلم باللي هو اتعلمه كده. ده اول وجه. تاني سؤال كان ايه معلش؟ كان فلسفتك للعلم نفسه اللي هو الابلايد والسوشيال ساينسز. خليني اقول حلو. كلمة ساينس بتتقال على ما كل ما هو measured. كويس. ده كده كل ما يقاس. كل ما يقاس. فاحنا عندنا حاجة اسمها field of study. field of study ده العلم نفسه. ده المعرفة، مجال الدراسة أو مجال المعرفة. حلو. تعالى نقسم what you do. أي حاجة أنت هتعملها في الحياة، أي حاجة هتشيل كوباية مية، أي حاجة، حاجتين. tool هتعمل التاسك دي ازاي. كويس. وفي نفس الوقت العلم بيهايند الكلام ده. كون ان انت بتعمل بغض النظر معلش كل حاجه انا بقول لك كل حاجه باكت اب يعني ايه مدعمه بالعلم والادوات. كون ان انت بتعمل الحاجه دي وحاسس ان هي لا انا ما فكرتش فيها، لا دي حاجه يعني subconscious يعني حاجه انت كده انت مجرد ما انت عملتها كتير فانت حسيت ان ده تمام صح في العقل الغير واعي يعني. العقل اللاواعي، العقل الباطن وحاجات زي كده. فانا بقول لك شيل الميه، ازازه تشيل الميه دي انت لما بتشيل الميه انت وانت بتشيلها انت بتاسس الميه دي مع حاجه ممكن تبقى تقيله. طب هتقيله محتاج مين؟ محتاج ادوات، محتاج كذا. حلو. طب الميه دي طب لو احنا غيرنا الليكويد اللي جوه، لو احنا غيرنا السائل هل هتشيله برضو؟ في حاجات. فانت هتلاقي العلم داخل لك عشان بالزبط. الواقع دايما يقول لك ايه انا اخدت صدمه من الواقع. لا هو الواقع كومبلكس مش معناه ان هو حاجه وحشه. كومبلكس يعني ايه عندك وانت بتعمل القرار لازم تحط حسبانك حاجات كتير. فنرجع تاني للانفورميشن سيستم. ذاتس واي ان الانفورميشن سيستم برضو ان هو ايه بيحط في حسبانه مش مجرد سوفت وير اللي هعمله، لا يعني انا الداتا عندي بروسيس عندي كذا، فانا عندي كذا برسبكتيف. ده كده بالنسبه للحاجتين المهمين دول. في برضو في الفيلد اوف ستادي بقى بيتقسم حاجتين، قسم كذا حاجه يعني. بيور اللي هو بيور ساينس اللي هو ايه ماث، بيولوجي، بيور فيزيكس، كيمستري، الحاجات دي بيور انت كونسبتس يعني ايه العالم ده شغال ازاي. كويس. الكون ده كوزموس، الحاجات الفلكيه وحاجات زي كده، الفاكتس والحاجات دي. دول برضو ناس، ما خلينا نقول كده، الناس دول مجموعه علماء قالوا والله بص الدنيا دي بتشتغل. طب بتشتغل ازاي؟ طبعا انت ممكن نشوف ونجرب برضو اكسبلوريشن واكسبيرمنت وكله في الاول برضو، ونشوف الناس اللي بعدينا قالوا ايه وبعد كده نكمل في الموضوع. ده كده في البيور. نيجي بقى في حته شويه بيور. طب حلو، البيور ده انا عايزه ابلايد. كويس يعني عايز اطبقه بقى اسمه ابلايد ساينس. طب زي ايه العلوم انجينيرنج كله ابلايد ساينس. يعني ده هو العباره ايه. يبقى انت وانت بتدرس في هندسه تعرف ان في حاجه بيهايند الساينس ده اللي هو الماث اللي هو الفيزيكس. عشان كده لازم تدرسه عشان تبقى عارف حتى الحاجه اللي انت في اعدادي هندسه. في اعدادي هندسه بتدرسوها كتير جدا، وفي ناس بتكمل معاها ماث 1 وماث 2 وماث 3 في اقسام معينه. الميديسن ده ابلايد ساينس. طب انت بتدرس ايه؟ بتدرس تشريح وحاجات زي كده، بس ليه بني كلامك على اساس ايه؟ على بيولوجي برضه، فيزيكس وماث. في ماث في الاسم ده في الميديسن والطب وكده، وفي ارقام. فعشان كده حتى يقول لك ان الارقام دي كانت ازاي. في statistics من الابلايد ساينس هو عباره عن استخدام الماث لحل مشاكل المجتمع. كويس. انا عايز ادسكرايب المجتمع ده، فانت لازم تدسكرايب انا statistical perspective دايما. ده كده ايه الابلايد. في حته تانية كده السوشيال كويس. في حتتين السوشيال والهيومانيتيز. هو في الاول كان هيومانيتيز اللي هو ايه في ناس كانت هو مجموعه من الناس فاكر الناس اللي هو البيور اللي كانت بتفكر الكون ده شغال ازاي. حلو. في ناس بتقول لك الكون ده شغال صح ولا لا.
ناس فلوسفرز اكتر، ناس ميتا كده، ده احنا نقول ميتا اللي هو ايه، ما وراء الطبيعه. الناس اللي هو دماغها عاليه دي، فلسفه يعني. فلسفه، ودي حاجه حلوه جدا، حاجه جدا لذيذه جدا. في ناس خلاص بقى خلاص كده بقى يعني بس دول محدودين شويه. محدودين يعني بس اقسام يعني موجودين. انت هي الفكره من الرود ماب دي ان انت تبقى عارف ايه. انا عارف قسم الفلسفي اللي موجود مثلا في اداب بيهتموا بطريقه تفكير معينه. الناس اللي في العلوم في قسم فيزيكس بيهتموا بطريقه تفكير معينه. الناس اللي عندنا مثلا في بيزنس بيهتموا بالسوشيال ساينسز. السوشيال ساينس اللي هو ايه، بيجمع بين البيور والايه والابلاي، بيجمع بين البيور وال السوشيال ساينسز، بيجمع ما بين البيور ماث وكل ده. لا، بيجمع ما بين الابلايد وكده، وساعات الانسانيات اللي هو شغل الانسانيات. من ضمن البيور، لان هو الابلايد اساسا يعني ناتج البيور او تطبيق مظبوط. يعني احنا بندرس برضو ماث في الاول شويه سنه اولى. ذاتس واي ان ده حاجات مهمه جدا. اول تعليمك كله لحد الثانوي انت بتدرس كله ده بيور ماث، بيور يعني بيور ساينس. الرود ماب دي يا عبد الباري حلوه قوي للطلاب ثانويه عامه لما يجوا يقرروا ياخدوا كليتهم، يعني محددوا كليه، يشوف هو عايز دماغه. برضه دي محتاج على فكره السلف اكسبلوريشن، ده محتاج من بدري، من بدري يعني من اول من ثانوي كده. عليم تفلزم دايما بيقولوا كده. بالظبط. عرفت المعلومه دي النهارده، عرفت امبارح، عرفت من سنتين، عرفت من 5 سنين، وما تقارنش. الترانزيشن بيجي في اي احسن. انا الترانزيشن بتاعي جه في ثانوي. حته الاهتمام بالعلم وحاجات زي كده جه في ثانوي. كويس. في ناس احسن مني بكتير، يعني احسن مني، بتكلمش ان هو بقارن، بس اللي هو احسن مني اللي هو بدا الموضوع ده بدري، كان في اعدادي. في ناس في ابتدائي. هتقعد نقارن مش هنخلص. حلو. فعلى ايه، شوف امتى اخدت المعلومه دي والزم معلومه. يعني الرود ماب اللي قالها عبد الباري دلوقتي حلوه قوي يعني اللي دخلوا كليه، انا عارفه يمكن خلاص هو دخل في مجال معين، ولكن برضو هي الكليه في الاخر مش هي اللي بتحدد مجال شغلك. يعني مش لازم كتير من خريجين هندسه مثلا بيشتغلوا في البيزنس بعد كده بيعمل الكارير شيفت تماما. مظبوط. فالرود ماب دي مهمه قوي بتوع ثانويه عامه، هم بيختاروا الكليه. حلو. وطول حياتك بعدها بقى، حتى بعد كده عايز تعرف ما هي الفكره فين. انت انا ليه بديك الاستراكشر ده عشان تبقى عارف الفيلد اللي هتخش فيه دلوقتي بيفكر ازاي. كويس. هختم برضو الحته دي. انا فاكر انا قلت لك ايه، محسن فيلد اوف ستادي كده. فيلد اوف ستادي في جانب تاني اسمه التكنولوجي، وده بيفرق امتى لما اجيب ديفلوبر كويس اعلمه تول دوت نت. يعني مثلا في حاجه اسمها مايكروسوفت عامله البروجرامينج لانجويج بتاعتها مثلا، او الفريم ورك بتاعها اللي هو في حاجه اسمها دوت نت. بيعمل سوفت وير برضه، يعني فاهم. كل الشركات الكبيره بيعملوا سوفت وير معين. كويس. فالدوت نت ده بيعمل حاجه معينه. فانا اجيب ديفلوبر. انت شخص واحد جاي عايز تتعلم، هتعمل ايه؟ هتتعلم اللغه ولا تتعلم الساينس ولا تتعلم الابلايد ولا تتعلم كذا ولا تتعلم كذا؟ انا اقول لك، انا لو نصيحتي، لو انت عندك الفرصه ان انت تتاسس، لو مرتب بايظ مرتبك يتضرب في 3. لو مش مرتب بايظ لا بيتضرب في 3 برقم حلو. ليه؟ عشان دايما يقول لك ايه، في ناس بتعلي على بعض بس ماشي، بس مش ده الكونسبت. يعني في ناس بتقول لك لا انا ديفلوبر اللي هو الشخص المهتم بالتكنولوجي اكتر. he is developing the technology. develop مش بينمي، يعني بينشأ التكنولوجي دي. بيستخدمها. كويس. فده كده انت متارجت التكنولوجي. يقول لك انا انجينير بقى. لا معلش، سيبني بقى كلها زي ما نقول الهندسه ده ايه، فاهم؟ انا طريقه تفكير معينه. هو فعلا لو احنا فاكت هو فعلا طريقه تفكير معينه. بس ده لا يمنع برضو ان الانجينير ممكن يبقى ايه، ممكن يهتم بالكونسبت بتاعت الانجينيرنج وكده، وبرضو في نفس الوقت يعرف يستخدم التولز بشكل حلو. وفي نفس الوقت التولز، الراجل اللي دخل على التولز على طول ممكن يرجع للكونسبت. بس ماي بيرسونال ريكومنديشن، يعني مثلا في حاجات IT مثلا وكده، لو عايز تبدا بالكونسبت. كونسبت اللي هي عباره عن ايه؟ داتابيز. ادرس داتابيز بشكل كويس. وممكن في يعني لو في ريسورسز حاجه زي كده ممكن اقدمها يعني. داتابيز، اوبريتنج سيستمز. انت اوبريتنج سيستمز، داتابيز واوبريتنج سيستمز و سوفت وير انجينيرنج. ده ايه ده؟ ده ديزاينز او ده طريقه تفكير معينه في السوفت وير. حلو جدا. عايز تدرس اي تول، اتفضل. دايما يقول لك بتاع هندسه وحاسبات دايما اللي هو ايه، يتعلم اللغه دي في يومين. هو ليه بيتعلم اللغه في يومين؟ مش عشان جامد. هو بيقول لك ان اللغه دي عشان اطبق حاجه معينه يبقى ليها السنتكس كذا. تشات GPT وحاجات زي كده دلوقتي بيطلعوا كود. التولز دي يعني السنتكس سهل، طريقه الكلام سهل، بس طريقه التفكير هي اللي بتبقى ايه، محتاجه ايفورت وحاجات زي كده يعني. فانت كده ايه، كده شخص واحد. يعني الكلمتين الاخيره دولت كان لحد ناس في الانجينيرنج وعايزين يدوسوا جامد في الانجينيرنج، سوفت وير انجينيرنج وكده. طب احنا MIS، نرجع تاني، احنا MIS تدوس ايه في تاني؟ انت لازم يكون عندك بزنس نولج كويس.
انت لازم تكون فاهم استراتيجيك مانجمنت، انت لازم تكون فاهم الاورجانيزيشن ستراكشر ده ماشي ازاي. اقل مثال يعني مثلا حتى في الانترنشيب اللي انا موجود فيها كويس، اول ما كان في اون بوردنج اللي هو بتعرفني وكده، فقلت له على طول الاورجانيزيشن ستراكشر كان ماشي ازاي عشان اعرف هريبورت لمين، رغم ما اتقالش في الاون بوردنج. الاون بوردنج اللي هو انت بتعرف واحد نيوبي على الشركه، فانت لازم، فبقول له هو الاورجانيزيشن ستراكشر ماشي ازاي كذا كذا كذا، يبقى فهمت انا هريبورت لمين، او فهمت بجد حرفيا. كان من ضمن الحاجات ان هو بيقول لي ايه ده انت عرفت يعني كان ايه ده انت عرفت مين اللي هيحل الموضوع ده ازاي. اوكي. قلت له لا ما معروفه، ده اكاونتنت مثلا، ده بيخلص، ده كان شغال في اللوجيستكس قبل كده، فمهتم باللوجيستكس يعني، فحاجه زي كده يعني. ففهمك للحاجات زي كده بتفرق كتير جدا، بتدي ايدج يعني. ممكن نختم بدي مثلا في الانترفيو مثلا اللي عملته يعني. كان بيقول لي اسمه ده فاهم، حاسه ان في بزنس وايز بشكل كويس جدا. فقالوا لي بص احنا انا كنت مقدم على IT كويس، قالوا لي بص انت كويس جدا كويس، بس احنا محتاجين ناس اكسبيرينس في الIT. بس خلي بالك احنا عندنا اوبورتيونيتي كويسه جدا في اللوجيستكس اند اوبريشن، هتبقى شخص مناسب فيها. وفعلا يعني وفعلا ليه بعمل برايسنج استراتيجيز وكوست اناليسيز وحاجات وكوست اناليسيز، وعملت كاش فلو اناليسيز والحاجات دي مش بتطلب منك. الحاجات دي اللي انت حد كان بيقول لي بص احنا عايزين نعمل برايسنج لاكس كويس يعني، ده في الشركه يعني عايزين نعمل برايسنج. انا دارس ايه، وانا دارس، انا جاي لسه فاتح الكون دلوقتي، لا خالص، انا عندي علم بتعلمه، فاعرف يعني ايه برايسنج استراتيجيز، اعرف ايه ده هنعمل بطريقه فلانيه. في حاجه اسمها ماركب على الكوست، الجروس مارجن. الفرق من الماركب والجروس مارجن ان انت بتقسم على واحده بتقسم على الكوست، واحده بتقسم على الريفينيو. فانت مديله مره واحده، فانت مدي معلومات دنس قوي كتير. دنس قويه جدا، كلها من الكليه يعني. لسه ما ادالكش حاجه، ده انت لسه داخل. والله ده اللي انا عايز اوصله في الاخر. ومدي كل هل دي شطاره من عبد الباري مثلا كده خالص؟ والله انا عندي معلومات باخدها والله وارجعها تاني، بس برجعها تاني، بس بفرمليت ان واي ان انذر. ودايما اعرف ان انت لما تيجي تحط تتعلم حاجه كويس، لازم تعرف ان اللي بعديها على طول ان دي الحاجه اللي انت مش عارفها. اوكي. بمعنى يعني حتى في الكلمات الانجليش مثلا، حتى دي كنت بعملها يعني. مثلا اول ما اخد مثلا ليست اوف فوكاب اسمعها. طب انت يا ابني انت لسه ما ذاكرتهاش اصلا. لا انا عايز اسمع، انا عايز اعرف مخي وصل لحد فين في الفوكاب دي. 2 خلاص، يبقى الاثنين دول يبقى تركز في ال90 يعني، فاهم انت تركز فين اكتر. فنفس الكلام لما انا مثلا قلت مثلا عملت الحاجات الكتير دولت في الشركه يعني مثلا وكده، الناس مانجرز وافقوا وقالوا حاجه كويسه جدا، واحنا بقى عندنا برسبكتيفز لحاجات كتير جدا. بس قالوا لي بص احنا محتاجين نعمل كذا كذا كذا، فبقيت محتاجين نعمل كذا كذا كده. دي الحاجه اللي انا اتعلمتها جديد، فبقيت اعمل ايه الحاجه اللي كذا كذا كذا، اروح اكتبهم في كراسه كده عندي. ليه؟ علشان دوت الاكسبيرينس اللي بدات تاخدها زياده عن النوليدج اللي عندك. وخليني اقول لك، مش معنى ان انت عندك 10 years of experience معناه ان انت خلاص انت عارف كل حاجه، ان انت عارف كل حاجه، او ان انت عندك 10 years of experience. انت ممكن يبقى فعلا واحد شغال، ودي بتتقال كتير، واحد شغال عنده بقاله 10 سنين في المجال، بس هو اليير اوف اكسبيرينس بتاعته واحد. طب اسهل ازاي؟ ان هو ما بيغيرش من نفسه، ان هو مش بيتعلم كتير، ان هو مش بيتعلم الجديد، مش عارف يكسبلور، مش عارف يكسبلور حاجه جديده، مش عارف ياد فاليو للشركه. طب الشركه ليه هتبقى على حد مش بياد فاليو في عصر اللاي اوفس اللي احنا فيه ده يعني. بالظبط. عبد الباري، انا سعيده جدا بالحلقه دي. طولت انا عارف. لا خالص والله العظيم انا مستمتعه. لا انا مستمتعه جدا بالحلقه وانا دي اكتر والله. وفعلا يعني جت زي يعني اتحقق، او يعني حصلت زي الاكسبكتيشن بتاعتنا. انا كنت متاكده انها هتطلع حلقه قويه، بس هي اعلى كمان من الاكسبكتيشن. اتمنى اصلا ان واحد دايما يقول لك ان زكاه العلم نشره. بالظبط. فاي بليف ان ذس قوي يعني. دي حقيقه. اتمنى اصلا ان الاودينس يعني يكونوا استفادوا، ولو في اي حاجه انا ام ريتشبل يعني. بالظبط. بس معلش بعد الجيش بقى. بعد الجيش ربنا معانا. عبد الباري يعني خطفناه كده قبل الجيش، ربنا يقويك. عبد الباري شكرا، وان شاء الله بعد الجيش ولما ترجع كده هنرجع بسكسس ستوري قويه جدا. اتمنى يا رب، اتمنى الواحد يفيد المجتمع، جيت باك باي باك للكوميونتي يعني بشكل ان شاء الله باذن الله. ميرسي يا عبد الباري جدا. وانا عارفه ان انتوا اكيد كمان استمتعتوا بالحلقه دي قوي، واستنونا في حلقات تانية من يوث اون فاير بودكاست، طلاب كليه الاعمال جامعه اسكندريه، وانا آلاء جامع. سلام.